اي والله. اي والله اي والله. والسؤال اللي في راس ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟ ازاي وانا قلبي مش نساي؟ والله حيرتيني. مبروك للعشق الازلي المنتخب المصري. صراحة بالنسبة لي كإنسان عراقي كعلاء، المنتخب المصري هو الأقرب إلى قلبي بالتأكيد بعد منتخب بلدي. كمنتخب عربي بالتأكيد حبنا لمصر يعني مرتبط بعدة أمور. تحس حتى الشعب المصري قريب جدا على الشعب العراقي، والإنجاز اللي حققوه بكأس العالم الحالية إنجاز لا يمكن وصفه، بغض النظر أن البعض يقول أنه كان طريقهم سهل أو مو سهل. في سنوات سابقة عدة ربما كان طريقهم أسهل، بس مع هذا المنتخب مع العميد حسام حسن اللي كان يواجه ضغوطات جدا كبيرة قبل البطولة، عرفوا يتحدون ويحققون إنجاز تاريخي راح يتغنى به المصريين لسنوات عديدة. وأتوقع أول شيء كان سبب رئيسي في هذا الموضوع هو عدم الاعتماد بشكل رئيسي على محمد صلاح، الابتعاد عن أن يكون المنتخب المصري هو منتخب محمد صلاح. لأن أكيد يعني محمد صلاح هو نجم المنتخب المصري الأول، واليوم رغم إصابته واستمر ل 120 دقيقة وضرب ضربة جزاء بطريقة البانيكا، يعني هو رجل كلاعب رائع، ولكن سبب النجاح الرئيسي هو أنه رفعت عنه الضغوط، كذلك أنه هو يعتبر منتخب محمد صلاح لا، منتخب مصري بجميع اللاعبين، منظومة كاملة، بغض النظر عن محمد هاني اللي حاليا ينافس على هدافي كأس العالم وما شاء الله، يعني كل ما يسجل إمام عاشور هو يسجل على المنتخب المصري. فمبروك للشعب المصري، مبروك لأصدقائنا في مصر، نتيجة رائعة صراحة. وأنا كنت خايف من وصل الموضوع إلى ضربات الجزاء، ولكن شوبير كان موجود رغم أنه ما تصدى ضربة جزاء، ولكن حتى تحركاته مع ضربات جزاء كانت صحيحة. المنتخب الأسترالي أضاع ضربتين جزاء، المنتخب المصري كانوا لاعبين مركزين جدا رغم بعض الحالات اللي حاول بها حارس المنتخب الأسترالي استفزاز لاعبي مصر. أصلا حارس المنتخب الأسترالي تم إشراكه فقط من أجل ضربات الجزاء ولم يستطع تصدي لأي ضربة جزاء. فألف مبروك المنتخب المصري، التأهل التاريخي بغض النظر أنه منه راح يقابلون في الدور القادم. هم حققوا يعني أكثر من الطموح اللي كان موجود قبل البطولة، لأن أصلا حسام حسن كان مدرب فقط، يعني كانوا يقولون أشهر بسيطة، مدة بسيطة، ولكن الرجل عرف شلون يوحد المنتخب من أجل هدف واحد وهو إسعاد الشعب المصري بل إسعاد العرب جميعا. واليوم قدم مستوى رائع، يعني أصلا أنه تنتهي المباراة بنتيجة تعادل إيجابي كانت غير واقعية. حتى الهدف الأسترالي كان أون جول بهدف عكسي، فكان المنتخب المصري متسيد. لاعب هيثم، هذا اللاعب المغترب، لاعب متميز متميز جدا، وما أعرف وين كان لغاية هاي اللحظة. يلا تم إشراكه، لاعب ذو مهارات عالية ورائعة، وأتوقع له مستقبل صراحة مع المنتخب المصري. إمام عاشور شخصية، الرجل شخصية، بغض النظر عن تصرفاته السابقة اللي كانت خارج الملعب، بس شخصية شخصية غريبة عجيبة وبيخاف ولاعب شرس. وأتوقع المنتخب المصري في حال تأهل المنتخب الأرجنتيني اللي هو يعني أكثر ترشيحا، رغم أنه المفاجآت مو بعيدة، أنه الرأس الأخضر يستمر مفاجآته، ولكن أتوقع بنسبة كبيرة المنتخب الأرجنتيني حيواجه المنتخب المصري. بس أتوقع كذلك أنه المنتخب المصري راح يظهر بشخصية متميزة، راح يقدم مستوى رجولي أمام المنتخب الأرجنتيني، وبالتأكيد احنا نشجعهم بكل الأحوال لأن قدموا مستويات رائعة ويستحقون المكان اللي حاليا متواجدين بها في دور 16. فألف مبروك لمصر. ويا مصر بتعمليها ازاي؟ نتحول حاليا الحديث عن مباريات أخرى. مباراة المنتخب البرتغالي اللي حصلت واللي كانت بها بعض الضجة الإعلامية بسبب بعض الحالات التحكيمية، بأنه المباراة بغض النظر عن
القرف الكروي والتدريبي والفني اللي عمله مارتينيز في المباراة، وإخراجه لأهم اللاعبين المتواجدين في المنتخب البرتغالي اللي هم فيتينيا وبرونو وغيره وغيره، وكذلك إبقاء على بعض اللاعبين. وكان ممكن جدا أنه المباراة تهرب من المنتخب البرتغالي، ولكن المنتخب البرتغالي استطاع من الفوز وشق الأنفس. هذا يعطينا نوعا ما أنه لربما المنتخب البرتغالي في الأدوار القادمة راح يعاني، ولكن أنا أشوف لربما لا، ممكن أسبانيا أمام البرتغال ممكن تعبر أسبانيا. يعني أسبانيا حاليا مو بأفضل حالاته، مو المنتخب البعبع، مو منتخب متميز اللي ممكن تخاف من عنده. فالمنتخب البرتغالي استطاع أنه يعبر من هذا الدور بمساعدة رونالدو. بالتأكيد رونالدو سجل هدف قبل ضربة الجزاء، واللي يقول أنه تمت محاباة رونالدو، أنا صراحة بالنسبة لي ما كنت مقتنع أنه يبقى رونالدو 80 دقيقة، لأن شفت المنتخب البرتغالي بعد إخراج رونالدو أصبح أفضل، ومن لعب راموس كمهاجم سجل هدف رائع، بس بنفس الوقت لم تتم محاباة رونالدو. لو كانت الغاية محاباة رونالدو تحكيميا كان حسبوا الهدف اللي سجله، الهدف اللي حسبوا عليه أوفسايد كان هدف رائع، استلام مباشرة تسديد، وتسديد بطريقة رائعة ومتميزة بهدوء شديد، استلام وتسديد مباشرة. كان بإمكانهم يساعدوه بهذا الهدف، يطلعوا لك الفار بخطوط خاطئة، بس لا، الموضوع هو مو محاباة، لأن هاي اللقطة اللي حصلت في هدف المنتخب البرتغالي إذا تتذكرون عرضية برونو فرنانديز إلى رونالدو، واللي رونالدو حينها راح يتناقش مع الحكم ويتعارك، وأنا اللي ضربتها براسي، وأنا اللي الكرة ارتطمت بجبهتي، وأنا الكرة اللي ارتطمت بشعري. هي الكرة دخلت هدف، كانت عرضية من برونو، تتذكروها، عرضية من برونو من الجانب الأيسر، الكرة كانت عرضية للداخل، والكرة حينها تحدثوا أنه موجودة بها مستشعرات في الكرة تتحسس أي ضربة ولو بسيطة تصدر أصوات من ترتطم بأي جسم، فحين قالوا كرة لم ترتطم برونالدو، واحتم احتساب الهدف لبرونو فرنانديز. فنفس هاي الكرة حصلت مباراة كرواتيا، يقال بأنه وفقا للصور واللي حاول أوضحها حاليا لكم بالفيديو، كذلك الصور بالفيديو، إنه ارتطمت ولو شيء بسيط بلاعب المنتخب الكرواتي ولو بشعره، ثم بالمدافع، وحينها احتسبت كحالة جديدة وعليه الكرة أوفسايد. فالموضوع مو محاباة صراحة. كرواتيا ما كانت في أفضل حالاتها، ومنتخب برتغالي إذا نحسبها في أغلب أوقات المباراة كان هو الأفضل، وأصبح أفضل بعد خروج رونالدو، بس هو الخربطة الفنية اللي عملها مارتينيز واللي تجاوزها بعدين بدخول نيفيز نوعا ما رتب الأوراق. فموضوع محاباة رونالدو ما أشوفها، رغم إيماني واقتناعي أنه استمراره 80 دقيقة كان شيء غير مقنع، ومتأكد لو رونالدو ما مسجل هدف وضربة جزاء كان مارتينيز بقى لغاية نهاية المباراة. هل البرتغال وفقا لمستوى كرواتيا راح يروحون بعيد؟ موضوع مو مستغرب، ولكن على الورق لا، ما يروحون بعيد. فبالتالي البرتغال تأهلت. اسبانيا صراحة حققت الفوز على المنتخب النمساوي. لغاية هاي اللحظة اسبانيا مو الفريق اللي، والشيء الاغرب صراحة بالنسبة لي اللي شفته المنتخب الاسباني، يعني هاري كين تألق مع انجلترا، رونالدو تألق مع البرتغال، ميسي مع الارجنتين، امبابي مع فرنسا، هالاند مع النرويج، اغلب اللاعبين النجوم تألقوا مع منتخباتهم الا يمين يامال. مفروض هاي البطولة يعني هو أصبح أكثر نضوج وأكثر تميز، وتأقلم أكثر مع المنتخب الأسباني، وأصبح أكثر جماعية معهم. بس أوكي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، بس للآن يعني مقارنة بالنجوم الآخرين ضوء لم يسطع لغاية هاي اللحظة. وصراحة هذا الشيء غريب، ولربما بسبب أنه دي لا فوينتي ما يعتمد عليه بشكل رئيسي في أغلب المباريات السابقة، ربما هذا الموضوع أثر عليه نفسيا، الله أعلم. فبالنسبة لي الشيء الغريب لغاية هاي اللحظة هو عدم تألق يامال، وكذلك المنتخب الإسباني ما أشبه المنتخبات اللي ممكن تروح بعيد في البطولة. أما المنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني، المنتخب الياباني اللي قدم صراحة كرة رجولية، وكان قاب قوسين أو أدنى أنه يتأهل.
ولكن المنطق في الشوط الثاني أثبت أن المنتخب البرازيلي وحاجب أنشيلوتي هو السبب في أنه يتأهل المنتخب البرازيلي بكل بساطة. المنتخب البرازيلي كان أفضل وكان بإمكانه مو الفوز فقط به 2-1، لا كان بإمكانه يفوز 3 و4. فالمنطق أثبت أنه المنتخب البرازيلي يستحق التأهل. المنتخب الياباني لعب شوط أول متميز، الشوط الثاني أنشيلوتي بخبرته وإمكانياته يعرف شلون يدير المباراة ويعرف كيف يوجه المباراة. مجرد رفع حاجبه فما حاجة تأهل المنتخب البرازيلي، وكانوا صراحة يستحقون التأهل المنتخب البرازيلي في مجمل المباراة. أما كشوط أول لا، كان المنتخب الياباني أفضل واستطاع من التقدم بالنتيجة، ولكن هذا هو شغل المدربين وشغل الخبرة وشغل المنتخب البرازيلي. هل المنتخب البرازيلي يشوفه بالتوب؟ لا، خبرة أنشيلوتي جيدة ولكن ليست كافية لغاية هاي اللحظة. المنتخب الألماني مع منتخب البرغواي، صراحة أنا ما أشوف خروج المنتخب الألماني شيء يعني يلام عليه نجلزمان ويؤدي إلى إقالة نجلزمان. اللي حصل مفاجئة. هو رجل يتحدث أنه أنت كمنتخب بهذا الليفل من تخرج من هذا الدور فأنت لم تعد منتخب في القمة وفي مستوى عالي. أوكي، بس الرجل قدم اللي قدر عليه. هذا مو محاباة نجلزمان، ما عندي شيء نجلزمان ولا مثلا، بس أنا أشوف نجلزمان الفريق اللي يقدم ويهاجم وينوع ويجرب أساليب لعب مختلفة ويختار ويحاول وما يحصل المراد، يعني جرب. منتخب باراغواي لم يفعل أي شيء. منتخب باراغواي ما عمل أي شيء للمباراة أبدا، ما عمل أي شيء بالمباراة. ويا ضربات الجزاء، ضربات الجزاء منه يتوقع منتخب الألماني المتميز بضربات الجزاء يخرج بهاي الطريقة؟ ونتذكر السنوات السابقة أيضا المنتخب الألماني خرج من دور 32، وهذا مو أول مرة يخرجون من دور 32. حاليا تعيين كلوب شيء متميز وقريب جدا من أنه يكون هو مدرب المنتخب الألماني. كلوب رجع لعالم التدريب لأنه يبتعد عن موضوع الأندية وأنه يبقى 9 شهور أو 10 شهور أو 11 شهر ما يبتعد عن عائلته، فحيكون مع المنتخب معسكرات المنتخب مو مثل موضع الأندية يوميا عمل يومي، لا كل كم شهر يروح معسكر وعنده بطولات متجمعة، فالموضوع بالنسبة له أسهل. خيار رائع للمنتخب الألماني. هل كلوب راح ينجح مباشرة؟ لا، يحتاج لعمل، يحتاج تكوين منظومة، يحتاج له وقت أكثر حتى يرجع المنتخب الألماني إلى سابق عهده وسابق قوته المتميزة. نجلزمان صراحة يعني أشوفه ظلم نوعا ما، ونتمنى له الخير بالمستقبل القريب. هولندا والمغرب، أصبح صراحة فوز المنتخب المغربي على أي فريق من الكبار شيء بالنسبة لي مو مفاجئة نهائيا. منتخب قادر على الفوز على أي منتخب، ومباراته مع المنتخب الهولندي أصلا حرام توصل لضربات الجزاء. كان المنتخب المغربي متسيد المباراة بأكملها بمجملها، بغض النظر أنه الهدف تأخر بهدف التعادل، ولكن كان متسيد المباراة كمحاولات كسيطرة كاستحواذ كتنوع فرص إلخ. فكان مستوى رائع. فموضوع تأهل المنتخب المغربي لم يصبح بالنسبة لي مفاجئة، مثل ما صار بالنسبة لي عدم تحقيق هولندا ألقاب مو مفاجئة. حالة بحال إنجلترا دائما يطلعون بهاي الجملة الخروج المشرف من هالكلام. فالمنتخب المغربي يقدم مستويات رائعة، وما استبعد أبدا مثل ما حصل في كأس العالم 2022 يكون موجود في المربع الذهبي. أما المنتخب الفرنسي فهو حاليا اللي أشوف تذكرون بأول فيديو تحدثنا به، نحتاج نشوف مباريات أكثر حتى نعرف المنتخبات اللي مسيطرة. فرنسا حاليا الأكثر ترشيحا بالنسبة لي كرأي شخصي بسيط لتحقيق اللقب، كعناصر كأدوات كديشامب اللي صار له معاهم 14 سنة، فعنده خبرات مع المنتخب ومع اللاعبين. يحتاج فقط يضبط بعض الأمور مع بعض اللاعبين مثل ما حصل الموقف مع شرقي، يحتاج له شوية يضبط الأمور. بس هو عنده كوكبة من النجوم صراحة، يعني تخيل هاي كوكبة من النجوم الموجودة وما زال شرقي غير موجود، ما زال شرقي ما عنده مكان يشارك به أصلا، تخيلوا. فمنتخب الفرنسي شوفه حاليا الأوفر وأكثر منتخب حسسني أنه منتخب تحقيق لقب. أما فورما امبابي في كأس العالم فما أعرف ليش، ما أعرف شلون قبلوه على أنفسهم مشجعي الريال أنه يعتقدون أنه مشكلة ريال مدريد في الموسم السابق كانت امبابي.
يعني ما أعرف شيء بعيد عن، مو عن عالم كرة القدم، بعيد عن الكرة الأرضية. رجل قناص، أكثر لاعب مساهم أهداف في الموسم السابق مع ريال مدريد، كأهداف وكأسيستات. في كأس العالم الفورمة مالته خيالية. ومنتخب فرنسي حاليا نشوفه هو الأكثر حظوظا لتحقيق اللقب ويستحقه صراحة. منتخب المكسيكي أحسه الحصان الأسود لهذه البطولة، إضافة لكونه منتخب يلعب على أرضه، بس يقدمون مستويات رجولية قوية، يظهرون على أرض الملعب، يقدمون مستويات رائعة، مو فقط يتأهلون ويفوزون بأي طريقة كانت، لا، منتخب رجولي. فأتوقع يكون حصان الأسود في هذه البطولة، والله أعلم، بس أتوقع له يكون ربما ضمن التوب 4 توب 8 على أقل تقدير. يستحق منتخب المكسيكي، قدم مستويات رجولية كبيرة لغاية هاي اللحظة، فأتوقع لهم الاستمرار. أما منتخب إنجلترا ومباراة ضد الكونغو، وهاري كين اللي نقذ المنتخب الإنجليزي، أنا أشجع منتخب إنجلترا. فتوخيل أنا ما عنده مشكلة بخيارات المدرب، بس موضوع أنه أنت بعض النجوم اللي موجودين في الدوري الإنجليزي ما تسحبهم للمنتخب، حتى ما تصير عندك حيرة من تشرك التشكيلة الأساسية، وتحتاج لازم تشرك كل النجوم موجودين. هذا شوفه يعني السبب غير منطقي وغير مقنع وسبب غبي. لأن أنت مباراة الكونغو يعني كان عندك إصرار وإلحاح غير منطقي على اللعب على الأطراف. مجرد الكرات اللي لعبت فيها بالعمق سجلت فيها أهداف، مجرد ما جربت تلعب على عمق كرتين ثلاثة سجلت فيها أهداف. لو عندك موجود فودن، لو عندك موجود بالمر المتميزين باللعب بالعمق، كان بإمكانك بكل بساطة تنوع باللعب. ما عنده مشكلة لا تسحبهم، بس أنت على الأقل نوع بأسلوب اللعب مالتك. إصرارك على اللعب على الأطراف مرة ومرتين وعشرة وعشرين شيء غير منطقي، شيء غير منطقي. يعني كأس العالم 2026 راشفورد أساسي، بلينغهام في الدوري الإسباني يوصل دقيقة 70 ينتهي بدنيا، تخليه يشارك لغاية دقيقة 90. تلعب ضد الكونغو باثنين ارتكاز كمان. يقولون إنه هاي الطريقة هو اللي يهمه، إنه العناصر تخدم أسلوب اللعب مالته. أما عمق الدفاع فحدث ولا حرج. من يشوف عمق الدفاع ويشوف ماغواير اللي هو يعتبر سيء، يعني مو بس مقارنة بهم أفضل من عندهم. ممكن فقط جيهي جيد كعمق وقلوب الدفاع، على الأقل ماغواير كان ممكن تستفاد من عنده بالرئيسيات ومن هالأمور. في لغاية هاي اللحظة لا كومينج هوم ولا من هالكلام. مباراة ساحل العاج والنرويج والمستوى الرجولي والقتالي اللي قدمه منتخب كوت ديفوار، وهدف رائع من أماد ديالو، ولكن كان الحظ مع زملاء هالاند، واستطاع هالاند من تسجيل هدف يعني بسهولة كبيرة ويعبرون للدور القادم. والنرويج ما أتوقع أنهم أنه يستمرون، لأن ما شفتهم لغاية هاي اللحظة قدموا مستويات تشفع لهم. بس الشيء الأغرب هو المنتخبات الأفريقية، المنتخبات الأفريقية خصوصا، مو المنتخبات العربية، لا، مصر والمغرب رفعوا راسنا للعلالي، بس المنتخبات الأفريقية الأخرى، السنغال لغاية دقيقة 83 84 أنتم متقدمين 2-0، وسنحت لكم فرص لا تعد ولا تحصى، كنتم مسيطرين. دقيقة 50 أو 53 سجلتوا الهدف الثاني، كنتم مسيطرين. ومنتخب البلجيكي حصلت أصلا مشادات كلامية ومشاكل بين اللاعبين نفسهم، كان في حالة من الفوضى. 5 دقائق هدفين، تتراجعون يعني بدنيا كان شيء غريب انه منتخب افريقي ذو بشرة سوداء يكون بدنيا ينتهي الشوط الثاني تماما من دقيقة 60 فما فوق ينتهي، ومنتخب اوروبي لا يستمر بدنيا افضل. كان شيء من الصراحة بالنسبة لي غريب، لان افارقة معروفين انه بامكانياتهم بدنية وانه عندهم مطاولة، بس موضوع انه انت تلعب المباراة فقط 70 او 80 دقيقة كان شيء غريب عجيب.
والشوط الثاني ضربة جزاء وفازوا. فاز المنتخب البلجيكي اللي أيضا ما أشوف راح يقدم شيء. ومارتينيز دمر جيل بلجيكي، أتمنى ما يدمر الجيل البرتغالي الحالي. أما خروج الجزائر للأسف يعني منتخب الجزائر أصلا حتى في دور المجموعات صراحة ما قدم شيء اللي يؤكد أنه هو قادم بقوة من أجل إبراز شيء أو تحقيق شيء أو إظهار شيء. كان صعوده متأرجح، وبآخر مباراة حاولوا يبتعدون عن إسبانيا من أجل يواجهون سويسرا وتعادلوا بالهدف حينها، اللي كان صراحة تحسك أنه مو متفق عليه، وإنما هم يعني قرروا يتسجل عليهم هدف التعادل حتى لا يواجهون إسبانيا. فكروا أنه سويسرا حيكون أسهل، وأيضا خسروا مع سويسرا. فللأسف ما ظهر المنتخب الجزائري في هذه البطولة بشكل مشرف أو شكل يوضح أهمية وقدرات وإمكانيات المنتخب الجزائري المتميزة سابقا. حاليا بقت مباراتان، 2 مباريات الدور 32 أتوقع يتأهل بها كولومبيا والأرجنتين بنسبة كبيرة، إلا في حال لو حصلت مفاجآت الله أعلم. أتوقع الأرجنتين نسبة مفاجأتها أقل من مفاجأة غانا وكولومبيا. ربما غانا يلحق المنتخبات الأفريقية الأخرى اللي خرجت. فهذا ملخص عن مباريات دور 32. وبالتأكيد بعد ما يخلص الدور راح ننشر فيديو خاص بتوقعات دور 16 اللي حتكون به مباريات كبيرة كثيرة. وصراحة كأس العالم الحالية أنا أشوفها يعني قدمت مستويات فنية رائعة، اللاعبين نجوم قاعد يقدمون مستويات رائعة. منتخبات العربية كمغرب ومصر قدمت مستويات رائعة. منتخبات آسيا جربت، حاولت برجولية مثل كوريا مثل اليابان، بس ما استمروا بنفس النمط وبنفس الاستمرارية. يحتاج لهم يوصلون مثل المستوى اللي قدم المنتخب المغربي اللي في تطور كبير، والمنتخب المصري في هذه البطولة اللي أنا أشوف صراحة السبب الرئيسي في تطور المنتخب المصري هو الجانب النفسي والذهني أكثر من كونه فني. أوكي أمور فنية موجودة، ولكن الجانب النفسي والذهني جدا عالي. وفكرة أنه من البداية انطوهم تعليمات، فكرة منتخب صلاح شيلوها من عقلكم، هذا منتخب فريق ومنتخب مصر فقط، فالجميع يعمل من أجل الجميع. هذا الشيء جدا متميز وواضح للعيان للجميع، وإن شاء الله القادم أفضل. تحياتي لكم شباب جميعا، وتنسوا من تكليل اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركتنا أراكم حول فيديو حلقة اليوم. وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة راح نطلع أيضا نتحدث عن كأس العالم، وكذلك عن سوق الانتقالات اللي مشعل خاص بأندية البريمير ليج والدوري الإسباني والدوري الإيطالي. وإن شاء الله خير. كان وياكم أخوكم علاء الشاوي، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. في أمان الله حبايب.